السلام عليكم ويسعد أيامكم. اليوم عندنا محشي الكوسة. 4 كيلو من الكوسة محفور وجاهز ومغسول. بالطنجرة حطيت فنجان صغير زيت نباتي ومعه كمان لحم بعظمه حسب الرغبة، وربع كيلو بطاطا مقشرة نزلت عليها توم حسب الرغبة، وفليفلة حادة قطع صغيرة، نص معلقة طعام من الفلفل الأسود، بننزل كمان ملح معلقة طعام، ملح ليمون معلقة صغيرة، نعناع كمان معلقة طعام أو حسب الرغبة. كاستين ونص من الرز الحبة القصيرة منقع قبل نص ساعة، عليه كيلو لحمة مفرومة. أنزل عليهم 6 حبات بندورة مفرومين، طبعا البندورة لازم تكون مستوية كتير مي قاسية. كمان ربطة بقدونس مفرومة ناعمة بنزلها على البندورة واللحمة والرز. 4 حبات فليفلة حادة فرمتهم فرم وسط، إذا بدك حلوة فيك تحطي حلوة بدل الحادة. نزل عليها كوب من زيت النباتي، اللي بده سمن فيه يحط سمن، ملعقة طعام ونص من الملح، فلفل أسود معلقة طعام، نعناع ناشف حسب الرغبة، أنا حطيت هون معلقتين طعام، معلقة وسط من ملح الليمون. أخلط جميع المواد هي اللحمة والرز والخضار والبهارات مع بعض. بحشي الكوسة بالحشوة وبعدين ما بعبيها للنهاية وبغطيها بلب الكوسة. بغطيها بلب الكوسة مشان الرز ما بيكون بقلب الطنجرة بس بيستوي، بضل بالكوساية. طبعا هي اللي بقت من الحشوة بنزل عليها 3 معالق كبيرة من دبس البندورة ولترين ونص مي سخنين، وبحركها بهذا الشكل. ما بنحتاج نحط ملح لأنه بقلب الطنجرة فيه ملح، هون مع البهارات بقى فيه ملح. بعد ما حطينا الكوسة بالطنجرة غطيناها بالصحن بهذا الشكل. نزل عليها البندورة. هلأ لازم تتغطى تماما الكوسة. بعد ما بتتغطى بنتقلها بطنجرة أو بمتقالة المحشي. أنا تقلته بالطنجرة، حطيت فيها مي، راح أتركه على النار ياخد معنا تقريبا من ساعة إلى ساعة ونص ليستوي. هون بدأ بالغليان بعد مرور ساعة كاملة، وراح نتركه كمان شوي. أخدت حباية كوسة لأشوف الرزات استووا والكوسة. طبعا إذا استوت بتطفي النار وبتصفيها. هذا هو الشكل النهائي لمحشي الكوسة. أتمنى ينال الإعجاب. إذا عجبكم الشريط لا تنسوا التعليق والمشاركة بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. صحة وعافية من مأكولات بنت الفرات.